واثقة ان بعد الفيديو ده نظرتكم هتختلف تماما عن اي تصميم لاي تصميم بتشوفوه او انتوا كمان بتعملوه. وكمان هتبدأوا تحللوا تفهموا التصميم ده اتعمل ازاي اول ما تشوفوه. أم، الدنيا فيه مشت ازاي. وكمان هنحل مشكلة ان احنا ساعات ممكن احنا يكون في دماغنا تصميم عايزين نعمله، ونيجي نعمله فنحس ان في حاجة مش مظبوطة، في حاجة ناقصة، في حاجة محتاجة تتظبط، مش مترتب. كل الحاجات دي كلها نفهمها لما نعرف يعني ايه الجريد ويعني ايه لي اوت جريد وايه الدنيا بتمشي ازاي والكلام ده كله. فمن غير ما نطول كتير في المقدمة، يلا بينا. محتاجة يعني بصوا تركيزكم، كل ما في طاقتكم في التركيز. اعملوا حاجة تشربوها، قهوة، وهاتوا الكشكول بتاعكم او اللابتوب، اي حاجة وتعالوا عشان مهم جدا 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 جدا. فيلا بينا. يعني ايه الاول لي اوت؟ اللي اوت بنستخدمها يعني بالعربي هي تخطيط او تنسيق. فاحنا بنستخدمها لما نيجي نوصف ان احنا عايزين نخطط مساحه معينه، فهنقول هنعمل لي اوت ببساطه، عشان ده مصطلح ممكن في ناس يعني ايه لي اوت. لي اوت هو بنستخدمها لوصف الترتيب وتخطيط المساحه اللي احنا نشتغل عليها. فاللي اوت جريد ده معناها ايه بقى؟ جريد يعني شبكه. فتخطيط الشبكه او شبكه التخطيط يعني. المهم ان الجريد نفسها ليها اشكال كتير وانواع كتير، يعني مش كتير قوي، يعني خمسة تقريبا او ثلاثة خمسة كده، خمسة. ولكن احنا هنشرح حاجة واحدة بس اللي على بنائها هتفهموا الخمس اساسا العناصر دول. هنرسم سوا الشبكة خطوة بخطوة. طبعا انا هرسمها على برنامج رسم آم، ده هواوي، فهرسمها على برنامج رسم بتاعه. وانتوا بقى ممكن يعني طبعا بتبقى اسهل بالالستريتور او الفوتوشوب او الكلام ده كله. فانا هرسمها خطوه بخطوه عشان تفهموها اكتر على برنامج الرسم، مش زي برنامج الرسم هنا، مش زي الالستريتور طبعا يعني. بس اول هنرسم الشبكه بتاعتنا. هي عباره، خلينا اوريكم صورتها الاول عشان نكون فاهمين. هي بتكون كده، بصوا الحته الحمراء، الجزئيه الحمراء ديت هي دي. فدي الشبكه بتاعتنا بتكون عباره عن صفحه مقسمه، صفحه عاديه اهي، الصفحة بتاعتنا متقسمة لخلايا اللي هي الشبكة بتاعتنا أو النهوت. مم. مهم. بالطول وبالعرض. تمام. هنسيبها كده أكيد لأ. هنعمل بقى الجزئيات يلي هي هنا. ليه الجزئيات دي مهمة جدا جدا جدا؟ اللي هي ديت بالطول وبالعرض، لان دي بتحدد لنا المساحه اللي هنسيبها ما بين الجمله والجمله، الفقره والفقره، الصوره والصوره. مهمه جدا 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 نلتزم بيها. يعني احنا مثلا لو قلنا ان احنا عاملين المساحه دي مثلا، طبعا لازم كلها تبقى قد بعض. المساحه ديت 3 سنتي، فلو هنسيب هنا نص سنتي فيبقى في الكل متساب نص سنتي. عواميد كلها، عواميد كلها طبعا، عشان ديت انا مش حاسباها. مم. فبقى دي عندنا اسمها خلية، ودي اسمها يعني الجدر بتاعها، يعني المساحة الفاصلة بتاعتها. تمام. خلينا نفهم الأول بقى، نشرحها يعني نرسمها مع بعض. طبعا جايبه لكم صور كالعادة عشان نشوف الأمثلة اللي اتعملت عليها. خليني الأول أعمل، بصوا دي شبكة عادية اهي، ديت هي الشبكة العادية، مش اللي أو دي الشبكة اللي هي موجودة في أي حاجة يعني. أنا بس هعملها عشان خاطر هنا أسهل بكتير إن أنا ارسم خطوط مستقيمة. فهنعمل مساحة التصميم بتاعتنا وليكن مثلا، يعني عادي بقى على حسب، يعني مثلا A4. وهسيب المساحة دي من كله كده. 1 2 3 4، 1 2 3 4. كده انا هرسم. عايزاكم بعد ما تخلصوا تعملوها بايدكم عشان خاطر تفهموها برضو. 1 2 3 4. اها. اها. هعديت 1 2 3 4. بقى مكترة يعني. انا مثلا لو وقتي عملتها ممكن اعمل عمود كمان، حابة اعمل مثلا عمود كمان عشان نفهم اكتر.
فممكن اعمل عمود كمان. دي كده مبقتش A4 بقى يعني. بالعرض 1 2 3 4. طبعا هو هيبقى مربعات، فالكل متقسم زي بعضه. ده قسمنا الشبكة بتاعتنا. احنا عندنا مساحة. المساحة ديت بنسيب من كل طرف الورقة او التصميم اللي احنا هنعمله نفس الجزئية دي كده، كأن نص سنتي سنتي على حسب. عشان خاطر ليه؟ لان احنا مثلا لو هنطبعها، فاحنا نكون عامل حسابنا لو هنطبع مفيش حاجة تيجي تقطع بره، فالجملة ما تكونش كاملة فتقطع مع الطباعة، او حتى مع التصميم هتلاقوها عاملة مماس مع الصفحة كده. فاحنا مهم جدا نسيب زوايا، يعني نعمل حسابنا ان والله هنسيب سنتي من كل حته، وبعد السنتي ده هنعمل الشبكه بتاعتنا، او حتى عادي يعني بره. وبس المهم يكون متساب سنتي، متساب السنتي ده. ده مهم جدا ان هو يكون متساب المساحه دي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. وطبعا لازم أن يبقى كله قد بعضه. يعني لو هنسيب سنتي فيبقى نشيل بقى الشبكه ديت. يعني لو هنسيب سنتي فهيبقى سنتي من هنا وسنتي من هنا وسنتي من هنا، نص سنتي نص سنتي، وهكذا. خلينا نشرح اول قاعدة تاخدوا بالكم منها، وهي ان احنا نسيب مساحة في الزوايا دي. انا سبت، وليكن لو هسيب سنتي، طبعا هنا مش معمولة قد بعض بس لازم تكون قد بعض. دي بصي تنطبق على اي حاجة، انتوا حتى لو بتعملوا اي تصميم اي لوحة، إيه، حتى في الخلفيات بتاعة الكادرات والحاجات دي كلها، بصوا لازم أن تكونوا سايبين احتياطيا السنتي من كل زاوية ديت. دي اسمها مساحة الأمان، أنا ما بخرجش براها عشان خاطر ما يحصلش أي مشاكل، تجنبا لأي مشاكل بعدين بقى. فاحنا بنسيب سنتي مثلا من كل حتة أو حسب ما أنت عايز يعني، بس بتسيب. واضحة؟ ف تاني حاجة عندنا خلية، دي احنا سميناها خلية، الجزئية دي. تمام. الجزئية ديت اسمها خلية، والجزئية دي اسمها الجدر بتاعها. نخليه مثلا باللون الأزرق. مهم. تمام. ديت اللي بيتقسم بتحط فيها التصميم او الصورة، مش عارفة ايه المساحة ديت اللي بنلتزم بيها، بنلتزم بيها ما بين الفواصل بتاعتنا. زي مثلا اه انا واضحة اكتر. شوف، لما جه طبعا مش عشان تقرأوا الكلام ولا انا، بس عشان أنا بكسلة، ولكن عشان نوضح بس المهم. بصوا لما هنا جه عمل الجمل، عملها فين؟ جوه. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي في ان احنا ممكن عادي نقطع ونشيل ونحط، ولكن ساب المسافة ما بين الصورة، الكلام، حطها كله في بوكسات. بصوا المساحة هنا ما بين التصميم، ولو هنا يحطوا صورة مثلا اهي، ما بين لو هيحطوا صور هنا، هنا كلها قد بعضها ازاي. دي مهمتها ان هي بتحدد لنا المساحة اللي هنسيبها بين كل الفواصل بتاعتنا. اعتقد كده وضحت. دي كده اول شبكة معانا. الشبكة ديت هي شبكة حرة جدا، نقدر نستخدمها زي ما احنا عايزين، وديت اهمهم يعتبر، لان ديت اللي انت معاك براحتك بقى، هي شبكة حرة مش ملتزمة بقواعد. فاول شبكة معانا اسمها hierarchical grid، اللي هي الشبكة الهرمية. اسمها غريب شوية، ولكن هي عشان بالعربي يعني اسمها شبكة هرمية سهلة، او الشبكة الحرة، فهي اسمها hierarchical grid. هاي جريد. فدي الشبكة اسمها ايه؟ الشبكة الحرة او الهرمية. هنفهم ليه دلوقتي. تمام كده معانا اول حته فهمناها، فهمنا المبدأ نفسه بيمشي ازاي. عندنا خليه، عندنا قدر ما بتطلعش بالرقم، اسمهم اللي اوت جريد. والشبكه دي بالذات اسمها اللي هي فيها مربعات خلايا وعباره فيها فواصل، دي كلها اسمها هيراركل، اللي هي الشبكه الهرميه او الحره مش منتظمه، زي الموديلر دلوقتي هنشوفها. المهم اللي انا عايزه افهمه لكم بقى ان الشبكه دي حره ازاي. الشبكة الحرة ان انا اقدر اضيف، اقدر اشيل، اقدر العب فيها براحتي وزي ما انا عايز. يعني بصوا نشقلبها كده، بص نطلع عينيها. فانا جبت لكم اتنين عشان افهمكم الدنيا. خلينا دي مثلا ماشي، نبدأ بدي. فانا مثلا والله انا عندي صورة
انا عايزه احط صوره ونص وفقره مثلا، او فقرتين. فدلوقتي انا عندي العناصر بتاعتي صوره، نص، فقرتين، العناصر لو فاكرينها. فازاي هضيفها هنا؟ انا مثلا عايزه احط الصوره بتاعتي، فيا ترى هحطها فين؟ طبعا احنا نشرح بالعربي. فانا مثلا هحطها في الجزئيه دي عشان انا عايزه اكتب فقره هنا. فانا مثلا والله انا ممكن احطها عندنا نص، اللي هو لو عندنا هيدلاين. فالهيدلاين ده مهم جدا، ده يعني زي الفقره بتاعتنا، اللي مش فقره، ده العنوان بتاعنا. فانا والله هحط الهيدلاين هنا كده، هسيب له الجزئيه اللي فوق دي كلها، وامسكه من هنا هنا مثلا كده. دي البيزك خالص. فانا هنا هحط الهيد لاين بتاعي. تمام. وهنا مثلا هروح حاطه، بص انا بتكلم في يعني في البيزكس كده حرفيا. هنا مثلا هروح حاطه ايه الصوره كده. عندنا العنوان، الصوره احطها هنا مثلا. ممكن، او لا بصوا ممكن نحطها هنا مثلا، هنا. وممكن احط فقره هنا معاها، هنا ده الفقره، وهنا كمان فقره. او لو عايزه احط فقرتين فانا هحط فقره هنا، هنا اهيت مع دي، وواحده كمان هنا. فانا اصبحت هنا عملت ايه؟ انا هنا كلت كلت من الشبكه، قلت هحذف من الشبكه والله المربعات دي عشان اعمل العواميد واعمل التصميم بتاعي. فانا لو جبت الاستيكه وحبيت احذف، احذف بالشكل ده. عشان اوضح لكم بس ايه اللي احنا حذفناه وايه اللي احنا سبناه. انا حتى عادي ممكن اكبر كمان المساحه دي، اخليها من هنا. فانا اصبح عندي حاجه اسمها الهيد. الهيدلاين ده العنوان اللي بيبقى بالبونت، الخط بتاعه عريض، تخين وعريض. الهيد اللي هو العنوان بتاع الصفحه بتاعتي، الهيدلاين. تمام. طبعا بتكون كامل. وهنا هحط صوره، وهنا الفقره بتاعتي اللي هي البادي تكست. قواعد نخلي بالنا منها برضو، كويس ان انا افتكرت. اول حاجه الهيدلاين. انا حاسه ان قاعده في محاضره وبشرح. الهيدلاين بتاعتي السايز بتاع الخط بتاعها لازم يكون يعني عالي، يعني 24 او 34، يعني فيما فوق، عالي جدا. والبوينت بتاعها عريض. تمام. اتخن حاجه، لان عايزه اميزها عن الفقرات. تاني قاعده، المساحه دي طبعا احنا عارفين خلاص ان بصوا المساحه اللي انا سبتها هنا وسبتها هنا وسبتها هنا ازاي قد بعض. اللي هنا دي، ودي، ودي. فديت احنا اصلا قلناها في الاول فمش هنقولها هنا. المهم
في البادي تكست بتاعنا بقى قواعد مهمة جدا. انا يعني عارفين في مش عارفة اجيب لكم صورتها ولا لا، ولكن في مثلا في الفوتوشوب او الالستريتور بيكون في لما بتيجي تضغط على التكست عشان تكتب، فبيطلع لك كده مربع بتشده معاك. فالمربع اللي تشده معاك ده هنا لازم نكتب النص. نتخيل ان ده المربع اهوت اللي بيروح شده كده معاك، فلازم تكتب النص بتاعك في مربع. الفقرة بتاعتك مهم جدا تكون متساوية. يعني مثلا كده اهوت، دي الخطوط بتاعتي. مهم. مهم. ممكن في الاخر بقى يعني هي تنتهي الجملة هنا عادي، تبدأ هنا كده وتنتهي هنا. بصوا انا هنا بدأت مع الخط ونهيت مع الخط ازاي. بدأت مع الخط هنا ونهيت معاه. الغلط بقى ان احنا نروح عاملين كده، دي المساحة اللي هنكتب فيها اهوت، فنروح عاملين والله واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده. مش منتظم جدا وده غلط. الصح ان احنا نكتبها فقرة تكون كده في بوكس مقفول عليها من هنا ومن هنا. ولو عادي بقى في الاخر والله سيبنا الجزئية لتحت مش مشكلة عادي. فاهمين؟ دي مثلا ممكن نعملها في لو انا هكتب واحد اتنين تلاتة هرقم، فوالله في جملة اضخم من جملة، مع ان يعني ده ماشي ممكن نستثنى الحتة دي. انما لو هكتب فقرة فما ينفعش اكون بمرجح الخطوط، بمرجح الخطوط بتاعتي. الفقرة بتاعتي لازم تكون الجملة والله نهايتها مع بعض وفي الاخر كده. يعني الحتة ديت قاعدة مهمة جدا جدا جدا. فأتمنى لحد الآن الموضوع يكون واضح وبسيط والدنيا معاكم ماشية تمام. اوكي، انا نفسي بجد اكتر حاجه ما بحبهاش في اليوتيوب ان انا وانا بشرح مش عارفه انتوا فاهمين ولا مش فاهمين حاجه، فما بكونش فاهمه. انتوا شغالين بحكوا معايا، ولكن يعني اتمنى ذلك. المهم كده خلصنا في شرحنا يعني ايه الخليه والحاجات دي كلها، وخدنا ان احنا ازاي ممكن نقسمها وازاي هي حره. اشكال بقى اتعملت عليها، ونشرح بقيه انواع الجريد منها. حاجه معانا بصوا بقى ركزوا، محتاجين التركيز. الواو عشان خليه يجيب القلم الاحمر عشان يكون متميز. تمام. بسم الله. بصوا هنا عمل ايه. احنا لو تخيلنا ان في هنا شبكة، ماشي، لو تخيلنا ان في هنا الشبكة بتاعتنا اهيت، هنا بقى استخدم نوع من الشبكة اللي هي العمودية. يعني بصوا تحسوا هنا ان هي كأنها احنا هنا في عمود، ولكن ركزوا ازاي سايبين المساحة دي قد المساحة دي اللي سايبينها ما بين كل جملة اللي احنا قلنا عليها مهم جدا. ده اللي بيخليك مش يعني حاسس ان في حاجة غلط. طبعا هنا مختلفة، يعني هنا هو قسم المربعات بتاعته كده، دي عادي دي من تصميم، بس انا اقصد لو الفقرات فالمساحة دي تكون عاملة مظبوطة. بصوا هنا، بصوا هنا كده، يعني بصوا هنا، فتحس ان الدنيا منظمة اكتر يعني مش عشوائيا. فهنا سمى ايه، فهنا استخدم الشبكة اللي اوت جريد مع الكولوم. الكولوم يلي هي، فانا استخدم الكولوم جريد اللي هي الشبكة العمودية، اللي انا عملت شبكة ورحت عاملاها عمودية. لو جبنا هنا اللي هي دي بصوا، هنقفل دولت، نيجي هنا نفتح دي. انا والله عايزة اعمل عواميد، اي والله يمكن تكون عبارة عن عمودين، 3 أعمدة يعني. لو انا التصميم بتاعي في الاخر صفصف عن هو شكل عواميد، فده معناه ان هو اسمه كولم جريد. اوكي. اوكي. ف جاب الصفحة قسمها الجريد بتاعتنا. والله انا هحط عنواني هنا، عنواني هنا، عنواني هنا. طبعا طبعا هنا عشان ديت لغة أجنبية فبيبدأ على طول من الشمال. احنا كعرب بنبدأ من اليمين. يعني شوية أمثلة ان هما بدأوا من اليمين، ولكن يعني عشان الحتة دي نوضحها. بصوا هنا في الجملة اللي بقول لكم عليها فيك ايه. طبعا احنا مالناش دعوه بالشخص اللي قدام ده. الشخص اللي قدام ده مهم جدا نفهم حاجه بقى، ان احنا عندنا حاجه اسمها طبقات. طبعا الطبقات دي انتوا عارفينها.
احط والله العنصر قدامي العنصر ورا مش عارفه ايه، ده عادي جدا. ولكن عندنا مبدأ اساسي احنا مش بنستغنى عنه، وهو القواعد بتاعتنا، المساحات، الفواصل. بص هنا ازاي الجمله متناسقه مع بعض، ما رقصنيش بقى انا ما رقصنيش على المرجحه بتاعت الخطوط. هنا بصوا مقفول مع بعض ازاي. طبعا هنا عشان نهايه جمله وبدايه تقريبا فقره تانية. مهم. بصوا هنا لما جه عمل بتاع عشان يعملها، عملها ازاي معايا وكلها على خط. دي كلها حاجات شغلوا دماغكم فيها. بصوا هنا الجملة مقفولة في بوكس ازاي. هنا برضو نفس الكلام انتهى هنا، وتقريبا احنا كتب جملة تانية. الصورة طبعا دي لو قسمناها بقى زي ما احنا قلنا الشبكة بتاعتنا. مش تعمل دي هنا الشبكة بتاعتنا. طبعا دي مساوئ انا بشرح على برنامج رسم. المهم اهو، طبعا اهو يعني مع بعض القطر قد بعضه قد بعضه. عندنا الخلية حطها في خلية، كل حاجة متنسقة. وهنا بتاعي هنا الهيد لاين اللي هو العنوان الأساسي بتاعي، الفقرات، الصور، كل حاجة منظمة ومرستقة والدنيا زي الفل. فأتمنى تكون يعني الحتة دي وضحت معاكم ونورت لمبة في عقلكم كده في التصاميم وازاي تكون متناسقة مع بعضها. هنا مثلا بيشرح لك برضو هنا ازاي هو يحدد لك مثلا دي بقى في اللي اوت. لما تيجي بقى تفكر، انت بتفكر دلوقتي عندك فكره والله تصميم معين. طبعا نسيت اقول لكم او مش عارفه قلت ولا لا ان الحاجات بتستخدم في الحاجات اللي فيها كابشن. انما لو صور زي ما قلنا المره اللي فاتت هنستخدم فقط الكومبوزيشن. تمام. فالكومبوزيشن بنعمله مع الصور، الرسومات، الحاجات الفنية يعني فيها رسم وفيها حركات وفيها تفاصيل. انما الحاجات الجرافيك اللي هي اللي فيها عناوين بقى وتايبوجرافي والكلام ده كله بنستخدم له الجريد، اللي او الجريد. فاللي اوت حاجات ما احنا بنعمله عادي في الرسومات مش مشكلة، بس اقصد الجريد نفسها الشبكة نفسها. بص هنا حددت لك ازاي. انا والله فكر انا هحط هنا الصورة بتاعتي، وهنا حط الهيدلاين بتاعه. شفتوا ان البوينت هنا ازاي غن الفقرة ديت. فعندي هنا الهيدلاين، عندي هنا البودي تكست، وعندي هنا بقيت الكلام بتاعي. بصوا ازاي يعني عايزاكم تركزوا كويس جدا. هنا ازاي التفاصيل بتاعتها حطها يعني مهندمة. اول حاجة ان ده كله على خط واحد، تمام، عشان ميبقاش في حاجة طالعة وحاجة نازلة فمش هتتلك عينك. وهنا برضو هنا عشان البنات اكتر فكمل الخلية لتحت. وهنا برضو نفس الكلام. هنا بصوا الدنيا ازاي هنا على خط واحد، ازاي هنا على خط واحد، ازاي سايب المسافة اللي هنا واللي هنا، ازاي هنا على خط واحد، ازاي هنا على خط واحد وسايب المسافات هنا، ازاي ما رقصنيش برضو على الخطوط، يعني حطني في بوكس. الحاجات دي كلها يعني بتفرق جدا 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 يا جماعه بجد. مش قادره اقول لكم يعني. اعتقد لو لسه اول حد لو لسه حد اول حد لو لسه حد اول مره يشوف اول مره يفهم الدنيا ديت هيتبقى هي كده. أم، اوكي هنا بس. هنا بقى ظهر لنا الخليه بكل اسمه ايه الشبكه بتاعتنا بكل تفاصيلها. ووضح لنا ان هو اصلا العناصر بتاعتي محطوطه في شبكه. يعني انت شايف الشبكه بعينيك هنا سواء هنا او هنا. هنا الشبكه بص هي شبكه محطوطه اهي نفس كل المسافات اللي احنا قلنا عليها بالكلام بالصور مش عارفه ايه. والله وحطها وحط هنا الهيدلاين بتاعه. وهنا بقيت البادي تكست. هنا بص ده معمول كده حركات وتكات. المهم انه هنا استخدم بتاع الهيدلاين بتاعي عمله بالخط الاحمر عشان يعمل كونتراست. تناسق الالوان نفسه بصراحه تحفه. كلها الوان اساسيه يعتبر الاحمر والازرق بكل قوتهم، فمدي للتصميم روح. طبعا هذه القطايف فباينه يعني. شوفوا حاطين هنا حط هنا الخليه بتاعتنا، عمل الخليه بتاعتنا حطها
حدد الفواصل اللي عايز يعملها، حجم الفواصل اللي عايز يعملها هنا وهنا وهنا وهنا. هنا ضيق شوية تقريبا بين الصور عشان يبان ان هي وحدها. عارفين زي الانستجرام كده لما يكون مقسم لكم البتاع، نفس الفكرة يعني. بس مبقاش فيه فواصل اعتقد. المهم، شايفين الدنيا ماشية ازاي؟ عمل حركات وتكات، حاول يحرك في التصميم. بصوا بقى، ونيجي هنا لأهم حاجة برضو، ان احنا مثلا عندنا الشبكة اهي بتاعتنا، اللي هي عبارة عن خلايا مربعات مش عارفة ايه. احنا مش هنلتزم بيها في كل الحالات. في حالات بصوا هنستخدمها كحركات وتكات بقى والحاجات دي كلها زي كده. هنا انا والله قلت انا هعمل عايزة اجيب شبكة من اللي انا رسمتهم. شيل دلوقتي. م-م. شبكة من اللي انا رسمتها اهيت، نشرح عليها برضو الفكرة دي. خلاص انا دلوقتي بقى عندي الشبكة بتاعتي. ازاي بقى؟ مش عايزه والله اعملها بشكل بيزك قوي، احط مربعات ومش عارفه ايه والكلام ده كله. لا، انا عايزه اعمل بقى مثلثات ودواير واروح واجي وابدع فيها عادي جدا وببساطه جدا وسهله جدا. إيه هنا بقى بيجي دور الكرييتيف في الموضوع. ف والله مثلا انا ممكن هقول ان انا عايزه اعمل المثلثات. مم. نعمل مثلا والله ممكن احط بتاعتي هنا دايره مثلا هنا. قلت مثلا انا هعمل الدايرة دي هنا فيها صورة مثلا، بس طبعا ملتزمين بكل القواعد اللي احنا برضو قلنا عليها. ناخد الجزئية دي مع بعض. بصوا انا هنا جيت عملت ايه؟ ما جيتش هنا. يعني ممكن اكل من هنا عادي بس ما اكلش من هنا. تمام. وهطلع بقى كأني منها شعاعات كده. فوالله همسك من هنا النقطة ديت وهعمل مثلا كده. اجي من هنا كده اهو، ومن هنا واجي هنا مثلا. فهحط انا هنا بفكر معاكم يعني، وهحط الصورة دي كده. ومثلا من هنا برضو هاجي وهعمل كده، وهمسك من هنا كده وهحط الصورة بتاعتي هنا مثلا. وهنا والله انا هكتب التكست بتاعي بنفس النظام برضو. هكتب بقى نفس النظام هنا. اهم حاجة انا مثلا، بص، انا هنا فاصبح ما عنديش خلية هنا. انا هعمل الخلية، انا هعمل الجدر بتاعي هنا، المساحة بتاعتي هنا. فبقى عندي ده الجدر بتاعي اللي هحاول احافظ عليه. وهنا برضو بقى نفس الجدر بتاعي، بنحاول يكون نفس السمك ده في كله. وهبدأ بقى اكتب التكست بتاعي هنا. لما هاجي هكتبه انا والله عايزه اكتب الفقره بتاعتي بنفس شكل المثلثات دي. فانا عادي هعملها كده، بس تكون منهيه معاهم بقى طبعا، يعني خط مستقيم طبعا يا جماعه. فاصبح انا عندي التكست بتاعتي. دي التكست يعني، هو البودي تكست، الفقره بتاعتي. تمام. وهنا عندي الصوره، هنا صوره. ممكن احط بقى هنا الهيد لاين عادي، الهيد لاين. وممكن احط وراه صورة بحيث تخدم مع الدايرة دي. ممكن احط هنا كمان فقرة، ممكن اكتب فقرة هنا وفقرة هنا. فاهمين؟ يعني احنا نلعب بقى، احنا مسكين نلعب. بس عندنا قاعدتين، عندنا مساحة بنحط فيها التصميم، عندنا الجتر كده بنخلي بالنا مش هنيجي يمه، وبعد كده عندنا التكست بالقالب بتاعها. فاهمين؟ فدي 3 قوانين معانا: خلية، جتر، المسافة اللي احنا بنسيبها بين الصورة والصورة نص ونص، وعندنا هيدلاين البطل بتاعنا، وعندنا الصور بتاعتنا الفقرات اللي احنا نحطها في بوكس مش هنقصها على الخطوط. دي قواعد ملتزمين بيها مهما كانت شكل التصميم بتاعنا. بصوا هنا برضه نفس الفكرة. طبعا الكوميك، لو الناس بقى اللي بتحب الكوميك، الحتة قاعدة هيخدمهم جدا هم يفكروا في حاجة مهمة كمان. ان احنا عايزين عينينا تتحرك مع التصميم.
فاهمين؟ مش عايزين نرسم حاجة عشوائية، يعني مش عايزين الإنسان لما يجي الشخص لما يجي يبص على التصميم بتاعنا هو يكون تايه، هو مش عارف هو رايح فين وجاي منين والدنيا معاه ماشية ازاي. لا، أنا عايزاه يكون مركز معايا وأنا اللي بحرك عينيه. فاحنا مثلا عندنا لو هنعمل حاجة بالإنجليزي باللغة الأجنبية، فبتبدأ من الشمال، فأنا هجيبه من الشمال، هحط كده، همشيه كده، هيبدأ من هنا وينتهي هنا. انما لو انا هجيبه من اليمين بالعربي بقى، فانا هجيبه العكس، هجيبه كده، فانا احط هنا اول حاجة العنصر بتاعي وهجيبه كده، فانا عينيا هتتحرك معاه، عينيا تتحرك معاه سواء كده او كده، فكده. فاهمين؟ ممكن كده، كده مش هنبقى يعني مثلا بصوا. دي نفس الفكرة اهي، طبعا بكسلها شوية، ولكن نفس الفكرة. أنا عايزة عينيا تتحرك، طبعا ده كله بالإنجليزي يعني أو بالأجنبي مش عربي. العربي هنبدأ من اليمين، الإنجليزي هنبدأ من الشمال. يعني حاجة ناخد بالنا منها عشان فجأة ما نلاقيش نفسنا عايزين نعمل حاجة بالعربي وبادئينها والله من الشمال. حضرتك بتعمل ايه؟ لا، يعني كل حاجة تتحط في موضوعها. تمام، عينيا تتحرك، احنا كاحنا طبعا دلوقتي بقينا مختلفين تماما، بقت كل حاجة بتبدأ من كده، ان احنا بقينا متعودين عليها، ولكن يعني نرجع لطبيعتنا، ان احنا عينينا بتيجي في الاول في اليمين، احنا كمسلمين او كعرب بتيجي من اليمين، يعني عشان بنكتب بالعربي مش كمسلم بس، اي حد بيكتب بالعربي عموما يعني اقصد. آم، بتيجي من اليمين، اول ما هبدا عينيا من اليمين وبعد كده تروح ماشيه كده، مش هتبدا من هنا. فاهمين حاجه؟ نفس الفكره اهو. انا عايزه عينيا هرتبهم بالترتيب، البطل بتاعي كده هيمشي معايا. اوكي. هنا برضو بص، في الفيديو اللي فات لما شرحنا لما شرحنا الكومبوزيشن، قلنا ان احنا عندنا جولدن ريشيو، والجولدن ريشيو هنستخدم في حالتين، سواء هنعمل تصميم صورة، لوحة فنية، صور في الافلام او حاجة زي كده. بنستخدم الجولدن ريشيو فيها. انما بقى هنا في البتاع نستخدم بشكل اقوى كمان. ليه الجولدن؟ احنا شرحناها، ومفهوم الجولدن ريشيو ده جه منين؟ ان هي حاجة بتعيد نفسها بنفسها كده. فهنا والله الجزء ده قال لك انا هحط فيه الهيدلاين، الجزء ده هحط فيه مش عارفه ايه كده. فانت عينيك راحت كده، انا عينيا اتحركت مع التصميم بالشكل ده. قال لك الجزء ده سيبه حر، مساحه فاضيه، البادي تكست، الهيدلاين اقصد، البادي تكست، فقراتي. تمام. ركزوا، حاولوا تركزوا فيها، شوفوا هم ازاي عملوها، المساحات اللي سابوها من كل حاجه. هنا مثلا قال لك انا هحط والله الجزء بتاعي اللي فيه العنوان، والجزء ده اللي هحط فيه الصور، والصور خلى الهدف فين بس. طبعا التفاصيل بتاعتي، الايقونات بتاعتي، الحركات والتكات، ايقونات، البادي تكست، الهيدلاين. اتمنى الدنيا تكون وضحت واتفهمت. هي محتاجه تدخلوا مثلا على بنترست وتكتبوا جريد لي اوت، جريد لي اوت او لي اوت جريد، او تكتبوا الاسم نفس القلم جريد وكده. اتفرجوا كتير جدا، اعملوا تغذيه بصريه على الاشكال والحاجات اللي عملوها. بصوا هنا ازاي فكر في انه يعملها. حط فين، طلع منين، المسافة اللي سايبها ديت، في اللي انا بقول لكم ان عادي ممكن تكون حر في اختيار الجريد بتاعتك وتنظيم الجريد بتاعتك، ممكن تكون حر جدا فيها. هنا عملها ازاي، الهيدلاين بتاعتي هنا لما جه مشى مع الكلام عمل حركة حتى في الكلام رائع. فانت حر بقى، انت والله انت معاك المبدأ،
معاك الاساس، معاك الفكره، انطلق بقى واسرح براحتك. عدينا 49 دقيقه ما شاء الله. لا، اكيد في الاخر مش هنسقط على 49 دقيقه. مش عايزه اطول اكتر من كده عشان مبقاش اطول من كده. الدنيا وضحت، فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي، فهمتوا الفكره بتاعت الجريد ماشيه ازاي. أم، بس اتمنى يكون الفيديو يعني اللي كان فيديو هنا، اتمنى تكونوا استفدتم جدا. انا بجد غرضي من الفيديو ده انا افهمكم الدنيا ماشيه ازاي في الجريد، عشان احنا ساعات بنعمل حاجات تصاميم ويتبان ان احنا في حاجه غلط، في الدنيا مش منظمه، في حاجه غلط في التصميم بتاعي مش قادره افهمه. فده اللي بيوضح لك الدنيا، ده اللي بيرتب لك الدنيا، ده الاساس اللي بنبني عليه بعد كده. اوكي. مبسوطه جدا بصراحه ان انا صورت الفيديو. الفيديو الجاي بقى اللي اتمنى يكون قريب، ان شاء الله انتظم بس مش مشكله. المهم الفيديو الجاي هنصمم بقى مع بعض. لقد هرمنا لنوصل لهذه اللحظه. هنشوف بقى ازاي نبدا نطلع الفكره ونبدا نخطط ليها ونبدا نرسم ليها او نصمم ليها، ونبدا نفنش فيها في الالوان بقى، وازاي نختار الالوان وعلى بناء ايه وعلى اساس ايه والكلام ده كله. فالفيديو الجاي هيبقى مهم برضو جدا، تاكدوا من ان انتوا تكونوا مركزين متابعين عشان الفيديو الجاي تشوفوه على طول. طبعا هنصمم حاجة من الحاجات اللي احنا بنعيشها حاليا، يعني من الحاجات برضو لمهمتنا احنا ان احنا مصممين او فنانين بنرسم الواقع من ف بس ما يكون فهمتوا الدنيا وضحت. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. كل تلات. اتمنى ننتظم.